علينا السلمى اللازمة كأن نحلل معنى قولنا صنع فعل أوجد. أم تحليل معنى ظن كلمة بك فعلت شيء ووجدت شيء هر جم آيرين نه صنع فعل وجد. أم بني أم أنا ها يكمل قرأ يا رب. البيض معنى صنع فعل أوجد أظن يعني أوكي معنى مفعول جدا بيان كرنا يعني كو فعل مفعول اه وفعل مال يعني شكرية وإشي كرية وآنية ميداني. مال يجب علينا أن نحلل معنى قولنا إلى الأجزاء البسيطة من مفهومه. أم تحليل بكم بالأجزاء البسيط بمفهومه معنى قلت ناخذ صنع فعل أوجد سيكا مال ونحذف منه وأمجد معنى قلت ناخذ حذبكن ما دخول في الغرض دخول عرضي يكون داخل بقى ما دخوله في الغرض دخول عرضي ابتدائية يعني أساس يكون تم دتايوية مفهومية حقيقية أمي داخل بكن إيكو بواسطة تشتكي عرضيكي عرضكي ويا تشكي لي بيدا دبا أمانا جي درخ. اه فنقول أن ببيجن إذا كان متنية ليش متنية دوامتك اه إذا كان شيء من الأشياء معدوما تشتات تنبه تمام ثم إذا هو موجود بعد العدم بسبب شيء ما اه فإذا مديكو أو تشتكو معدوم بو مديكو تشتي تنبون خب وهبون بسبب تشتكي تشتا اه فأذا أمي تشبجن فإنا نقول له أم بيجن جوي تشتكو معدوم بيه في عدم دا أوهاتي ميداني بسبب تشتكي تشتا أما جرى ببجن مفعول اه أما من مفعول مال ولا نبالي الآن أم أنا الذي قلتني نانر كان أحدهما محمولا عليه الآخر مساويا يك كان أحدهما بديك شيء من الأشياء معدوما ثم إذا هو موجود بعد العدم بسبب شيء ما تمام يعني يكجي تنية يكجي ويتكهي تمام ولا نبالي أكان أحدهما محمولا عليه الآخر مساويا يعني يك جوانا تحمل كنير سر إيدن ولا راق ويا أو أعم وأخص يا يكي عمتري يكي خاصتره حتى يحتاج مثلا إلى أن يزاد بيت ذكر فيقال موجود بعد العدم بسبب ذلك الشيء. بجا يعني دي بشتي تنبوني دا بوها بوي بسبب بوي فعلي تمام ويا موجود بعد العدم بتحرك من الشيء اه ويا موجود بسبب ذلك الشيء مباشرة وبآلة وبقصد اختياري أو غيره أو بطبع أو تولد أو غير ذلك أو بشيء من مقابلات هذه المقابلة فان كلمة كوانا ما قلنا مشكرا فلسنا نلتفت الآن إلى ذلك أم التفات بال فان أكافاناك مال على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على كون الشيء مفعولا بآلة بقصد اختياري غير اختياري بطبع تولد نظام تشيكن يجب بنا شيء مفعولية زيادة يصير بنا شيء مفعولة اه اه وانا اكيوينه
طبعا. والذي يقابله ويكون بسببه، مم. على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على كون الشيء مفعولا، مم. والذي يقابله ويكون بسببه فإن نقول له فاعل. يكون مقابل مفعول داية اه ويكون بسببه، وبسبب ويا اه المفعول بيا، فإن نقول له أمجي ميركر الذي يقابله ويكون بسببه أمجرد بن فاعل. يقابله يعني يقابل المفعول. يعني والذي يقابله مقابله أو مفعولك ما شيء بعسكري أو هو ويكون شيء. بسببه بسبب مقابل المفعول تميدان. والذي يكون يقابل مقابل مفعوله ويكون بسببه مفعول باب سببه وي، فإن نقول له أو في مقابل مفعول يكون مفعول بسببه يا نقول له فاعل. الناوي تمام. فاعل به. بله. والدليل على هذه المساواة ماله. وجد، فعل، صنع، هرسي يكن يعني أنه شأن. لو مم. قال قائل فعل بآلة، فعل بحركة، أو فعل بقصد، فعل بطبع، لم يكن أورد شيئا ينقص كون الفعل فعله. ينقص يا ينقض. ولو والدليل على هذه المساواة أنه شان. لو قال قائل فعل بآلة، فعل بحركة، ويا بقصد، ويا بطبع، لم يكن أورد شيئا ينقض كون الفعل فعله. يعني او كونه فعليات درناها. يعني منعك بنا فعلي فعلش فعليتي أفان قلتنا ودرناخ يعني نقض بالتفعيل ناقض رابك من اما على كل حال فعلا يعني فعليتي نقض فعليته ويناك. يعني لم يكن ينقض كون الفعل أو يتضمن تكريرا في المفهوم. ماني. يعني لم يكن يتضمن تكريرا في المفهوم. يعني كنت مفهوم إذا تكرار كي شيء كجنينة. ها لم يكن أورد شيء ينقض، لم يكن أورد شيئا يتضمن تكريرا في المفهوم. يعني كان من فعل بحركة أي فعل كيه فعل بقصدية أي فعل كيه يعني أو تكرار فعل ناقص على كل حال تفعلها. ببان كلمات معنى فعلي ده تكرار ما قد شيء ناب. تمام. تقول لم يكن أورد شيئا ينقض، تمام. أشي تقول يتضمن تكريرا. امم أما النقد فمثلا امم لو كان مفهوم الفعل يمنع أن يكون بالطبعي، ماني. مفهوم الفعل منعك أبي تشتي بالطبعا بيا يعني كرهن ديالن بيا. اه إذا قال فعل بالطبع كان كأنه قال فعل ما فعل. شوا. فمثلا مقو لم يكن أبانا بفانا تبزي لم يكن أورد شيء ينقض كون الفعل. أبان تشتاك تبدي بريجي تشتكي كو فعلش فعليتي درخنينا. ماني. أما النقد مثلا تقول لم يكن ينقض كون الفعل فعلا. نقل مثلا لو كان مفهوم الفعل يمنع أن يكون مفهوم الفعل يعني طبيعي بمنعت يعني منع طبيعته تتنه. فإذا تمام. قال فعل بالطبع اكتب بدي بري بالطبع بدي بري امم كان كأنه قال فعل ما فعل. فعل ما فعل يا طبعا. فعل ما فعل يعني تشتكي كريه كريه يعني اه معنى بالطبع يعني تشتكي زيادة كربتنا يعني. امم إذا لم يكن يتضمن تكريرا تقول. امم وأما التكرير فمثلا لو كان مفهوم الفعل يدخل فيه الاختيار، تمام. فإذا قال فعل بالاختيار امم مفهوم الفعل فعل بالاختيارية. فعل
اختياري تداية وقتك فعل بالاختياري كأنه قال إنسان حيوان من يعني سواء إنسان حيوان اختيارية فكتب فعل بالاختياري يعني وكي كنت دبيجي أذيا فعلانك أو في حياته تداهية وبعقل كريه من كي اختياري تامج إنسان راي أريني إنسان راي مم. أما نسر متني نبزور شرحي لما يلا أبزر الله أما نسر شرحي تمام أقول مم. لما ذكر أن الجمهور يظنون أن احتياج المفعول إلى الفاعل مم. كركيك كد فصلة بالدودة مم. جمهور ظن كنك احتياجيا مفعول ببال فاعله مم. إنما كان من جهة أنه مفعول مصنوع موجد بله يعني احتياجيا مفعول بال فاعله جهة مفعولة مصنوعة موجدة تمام وقتكو أذياء أوها بيانك أن الجمهور أوها ظندكن احتياجي بجهة داية أراد أن يحلل المعنى أراد المشترك بين الشارع هذا يعني أراد المصنفوها مصنف إرادة القدشة أن يحلل المعنى المشترك بين هذه الألفاظ مصنوع فعل وموجد صنع ومفعول به وجد فعل صنع أوجد وهو أن يحلل المعنى المشترك معنى مشتركين بين هذه الألفاظ شيء قولنا موجود بعد العدم بسبب شيء ما من يعني معنى مفعول ومصنوع وموجد ترجي دبشتي تنبون دا بسبب شيء ما كي بو موجود بله أراد أن يحلل المعنى المشترك بين هذه الألفاظ وقولنا موجود بعد العدم بسبب شيء ما أن يحلل المعنى المشترك بين وهو أذى إذا أن يحلل إلى أجزائه البسيطة أري تحليل معناه يبقى بالأجزاء بسيطة وينظر فيه أطيدا لمزك من مزك كتشي بمعنى الجميع أجزائه معتبرة في الاحتياج من احتياجها ببال موجودة بعضها معتبرة في بعدك معتبرة احتياج دنا والباقي مقارن لذلك البعض بالعرض أري يدجي بويرانا عرضي ولا راح نكو يعني أصل تمام ولا راح الأجزاء مفعولة نفسها طبي طبي من شما وينظر في أجمع أجزائه أو هاي ليتعين المعنى المتعلق بالفعل أو معناكم متعلق بفعله أو بليب يعني فعاليات قوي يعني بري راسته فعاليته أبياجي بيراية مثلا تختنا كأميجن أو كالسرير يعني كتخت رزاني ورنجيوي بيراية رنجيوي جيناتشك طابعي هي ما كوي رنجيوي دايكي نينه يعني من وصل دايكي نينه أقول هذه تشكيل بيشف وإنما استعملت لفظ المحدث بدل قوله استعملت لفظ المحدث بدل قولي موجود بعد العدم بسبب شيء ما دشونا موجود بعد العدم بسبب شيء ما لفظ محدث ذكرت هذا كيف بالتخفيف يعني حتى كنت هر كلمة لكم بيجي موجود بعد العدم بسبب شيء ما أمر بمحدث نعم وإنما استعملت سيدات من استعمال اللفظ المحدث بدل قوله
نشونا قوتنا مصنف إذا كوي قوتو موجود بعد العدم بسبب شيء من المحدثين مقولان مشكل لتخفيف شوفونا خفيف بنا مقولان يعني من رابط شنا موجود بعض العدم بسبب شيء لفظ محدث عمل قلنا مشكل جو تخفيف يعني وقتك ودي محدث معنى موجود بعد العدم مالي ومعنى يعني مالي جاء فنقول إذا كان الشيء من الأشياء معدوما ثم إذا هو موجود بعد العدم بسبب الشيء ما فإننا نقول له مفعول أمنا سبيلا مالي أقول إيش ولا بذا بل قول معناه أبا أن نعبر ها هنا عن معنى المحدث بالمفعول يعني محدث يعني معنى مفعولة أم معنى محدث أم تعبير إيش معنى محدث يعني محدث لما أبيك موجود بعد العدم بسبب شيء ما أم شو التعبير ودنا في ذاتنا محدث تمام وكل محدث مفعول سواء أكان أحدهما مقولا على الآخر مساويا ها سواء كان أحدهما مقولا على الآخر مساويا محدث مفعول يجب كذا في بيقول هدو اشتهاب ها حتى يكون كل مفعول محدثا وكل محدث مفعول يعني أو معمول وسا مساويا أن أو يكون أعم أحدهما أعم يا مفعول يا محدث يجيك يا عم تربة حتى يكون كل محدث مفعولا ولا ينعكس كل مفعولا محدث مفعول محدث يا عمتر تمام أو أخص حتى يكون كل مفعول محدثا ولا ينعكس كل مفعولا محدثة ولا كل محدثة مفعول تمام اشتغل ببيان كيفية التفاوت بين المعنيين بله تفاوت ما بين محدث ومفعول ببيان كيفية بله التفاوت بين المعنيين يعني معنى محدث ومعنى مفعول كلهم شو أيدينا بيان كيفية التفاوت ما بين مفعول ومحدث ده شو جابدو أيرينا شدنا بينهم ضحية تمام ذكر كيركو أن المفعول إنما يكون أخص من المحدث إذا كان معنى المحدث يصير بزيادة معنى مخصص مساويا لمعنى المفعول نعم ذكر كيركو أن المفعول إنما يكون أخص من المحدث مفعول محدث ضاغة يعني محدث مفعول عام تربة كينجي إذا كان المعنى المحدث يصير بزيادة معنى مخصص مساويا لمعنى المفعول ثم محدث قيد كي بفدين هي بكذا سوية معنى مفعولي أو شاغل محدث شيء عام تربة مكي محدث شيء عام تربة كي تقيدي بذاتيني هي دبا مفعول بله وأشار إلى الزيادات فذكر أولا التحرك تحرك فإن المحدث قد يكون حدوثه بالتحرك من الفعل تمام محدث كان حدوث محدث بالتحركات الفعلية وقد لا يكون جانا جي محدث يكون حدوثه بالتحرك وقد لا يكون جانا بتحركه أشار إلى الزيادات فذكر أولا التحرك ثم دبي التحرك المباشرة والآلة هذه يعني علاقة بفعل بمفعول العلاقة كنوكا يقابله المحدث والمحدث ثم المباشرة والآلة والمحدث بالمباشرة أو أنا ذكر كريه يقابله والمحدث بالمباشرة يقابل المحدث بآلة من وجه المحدث بالمباشرة مقابله المحدث بالآلة جهات كده والظاهر ويقابله مقابل المحدث بالمباشرة المحدث بتولد من وجه جهات كده أو قرشي بده حدث بتولد بدومه وذلك أن بعض المتكلمين يقولون لحدوث الحركة عن الجسم مثلا
حدوث بالتولد. بعض المتكلمين بيجوز حدوث الحركة عن الجسم مثلا. حركة كل جسمي تشبه دبي حدوثها بالتولد جي ولدي يعني أو حدوثوي بحركات جسمك ولا ميدان نبي تولده. برا تولده دبلي لأن الجسم يحدث أولا اعتمادا. جسم أول اعتمادا كي تشيدك ما بشنو اعتماد ده يتولد من ذلك الاعتماد الحركة. أي دبيك مثلا أدي راب من الجداد أحد ما بينري أولي بيسوي اعتمادك بيسوي دان حاضر لغيك كوي هارا ويدري ذكاء ودبيرا بتشي يعني أو حركة زوي اعتمادك بالتولد يعني. بالتولد. ويكون لحدوث الاعتماد عنه لحدوث اعتماد الجسم بيجن حدوث بالمباشرة. ثم ذكر الاختيار والطبع. وهما اختيار الطبع متقابلان من وجه. اختيار الطبع متقابل القرش يبدونه. والحدوث به ما ظاهر. حدوث هم باختياره هم بطبعه. والمقصود ببيان أن المفعول لو كان مثلا مساويا للمحدث بالاختيار أو بالتولد لكان أخص من المحدث المطلق. مقصود غير ذلك وأنا ذكر كل شيء أن المفعول لو كان مثلا مفعول مساويا للمحدث بالاختيار كان محدث بالتولد لكان أخص من المحدث المطلق. أو شغيل محدث يا مفعول 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 أشيتي محدثة باختياره يا أشيتي محدثة بالتولد إيه قابل محدثة مطلق شي مفعول بو عمد. وإنما ذكر ذلك كما بانا تفات ذكر كرني المقصود أن المفعول لو كان مساويا للمحدث بالاختيار أو بالتولي لكان أخص من المحدث المطلق. وإنما ذكر ذلك والحكماء يطلقونه على معنى. قبل بك أمام. وإنما ذكر ذلك أن المتكلمين يطلقون الفعل على كل إحداث يكون بإرادة فعله وهو أخص من الإحداث المطلق. والحكماء هيد بيجا. تمام خبرته راس تمام. وإنما ذكر ذلك تمام. وإنما ذكر ذلك شما ضم فرقا ذكر كرن لأن المتكلمين يطلقون الفعل على كل إحداث يكون بإرادة فعله. فعل جوان بإرادة فعله يعني هل إحداث بإرادة فعلة الميدان يطلقون الفعل على كل إحداث أو إحداثك بإرادة فعله جورا فعل تيقول هو أخص من الإحداث المطلق. إحداث هي بإرادة إحداثها بإرادة. ما فعلي بإرادة أبا فعل بو أخذت حدث. والحكماء يطلقونه لقى فعلت على معنى يعم الإحداث والإبداع. يعني يطلقون الفعل نفسه على معنى يعم الإحداث والإبداع. إحداث إبداع إدها عمد. الفعل ضاع عم استعمله الشيخ وهنا الشيخ دفدا يستعملها فعلي كريا على أنه مساو للإحداث. وتفعل إحداث يكفي. ويستعمل المحدث على أنه مساو للمفعول. إيه راسته. والذي يقابله يكون مقابل شيخه. تمام. يعني يكون مقابل أن المحدث مقابل أب مفعوله. والذي يقابله يكون مقابل مفعوله فعله أو مقابل ديال قرشي زيادة مفعول فعل يكون قرشي مفعول ديال. والذي يقابله يعني المحدث على أنه مساوي للفاعل.
حتى أنا بين حتى صبر نقول بك عام ترى إيجان أبي يقول قرش فيها دبي نان نه صبر بك كلمة مساوينا نعم سعد بك إيه أول بعثة فعل حدث مفعول محدث مثل ماني جاء كتب مقابلي مفعول محدث ضايا فاعل حادث يعني الذي يقابله إيكو مقابل محدث ومفعولية يعني المحدثة محدثة على أنه المحدث يكون مساوي للفاعل يعني حتى أنا ما بحث محدث ومفعول يذكر هل معنى وان يكن كيجا زيادة كيجا عامة كيجا خاصة ما وان تبقوت إذا مقابل فاعل مفعول ومحدث ده فاعل ومحدث ماني يعني مفعول تبعث مفعول كي يتيجي بعث فاعل ماني فاعل الذي يقابل يعني المحدث على أنه مساوي للفاعل وأشار مع ذلك قال فيها شاد كركو إلى أن المتكلم ليس في هذا التخصيص بمصيبه متكلم دفي تخصيص ده محدث مفعول خاص بك محدث عام بك محدث عام بك مفعول خاص بك دفي تخصيص ده مصيب نينه ماني وإن كان البحث لفظيا ولو كتشقى يعني أبقون قنا لفظية نعم معناه يجي يعني بتخصيص مصيب منه ماني وذلك سمعنا مصيبة لأن الزيادات ليست بداخلة في مفهوم الفعل ماني فعلية فعل اختيارية فعل اضطرارية فعل طبيعية فعل نظام شيء أظن أكا بمفهوم الفعل ده ماني ويستدل عليه دليل أن يكون أظن زيادة ليست داخلة في مفهوم الفعلية بأن مفهوم الفعل لو كان مشتملا على بعض تلك الزيادات يعني وان زيادة وان أكيد كم دبيجن اختياري اضطراري نظام طبيعي نظام تشبان تشتي كم دبيجن أجا مفهوم فعلي شامل تلفان تستهن كورة لكان انضمام مقابل ذلك البعض إليه في اللفظ مقتضيا للتناقض أم بنت اختياري وليبري يعني تاكد ضما اختيارية قرشي ودا اضطراري وليبري بو التناقض نوسه راس وياخد الطبيعي وليبري وتشتكي أم بنت طبيعي أبو كتا مقابله بو التناقض يعني مقتضيا للتناقض ولو كان انضمام عين ذلك البعض إليه أجت مثلا ولو أو كان لأنه لو كان لأن لو كان مشتمل على بعض تلك الزيادات لكان انضمام مقابل البعض أو كان انضمام عين ذلك البعض إليه أو كان انضمام عين ذلك البعض إليه مقتديا لتكراره بالتكرار إجابة قضية تكرار شيء ماني يعني مثلا أم من طابعة أو تطابعين في بدي بري تقول تكرار يعني والعرف يشهد بخلاف ذلك عرف صادي بخلاف وان التكرار وياخذ التناقض الفعل يعني ماني الفعل قال الفاضل الشارح هذا البحث لغوي صرف أم تشتكوا أنا جي بعثتك الاختياري الطبيعي ونظام شي أبين صار زي إشكي لغتي خالصة والمتكلمون يلتزمون كون أحدهما تكرارا وكون الثاني تناقضا متكلم يلتزمون كون أحدهما تكرارا وقت مقتضيا لانضمام عين ذلك البعض إليه مقتضي تكرارية وكون الثاني إذا مقابل تناقضا يصرحون بتصحيح بيتكن معنى مثل فلا معنى لإلزام ذلك عليه وش قلت
تصفية لكن إيجابي كتبيني بنا بكي احتراز ده عليه وانضا جركتني جركناك والإنصاف أن الحق معهم متكلمين رأي بمتكلمون رأيه ثم لأن أهل اللغة لا يسمون النار فعيلة للإحراق آخر وشوتان يعني ناوي آخر فاعل شوتان دنيه نوصل ويأخذ ولا الماء فاعلا للتبريد نابن بآبي مرد جمدان نابن آبي مرد جمدان ماني دبينكي آخر شوتان ديه أنا نابن آخر فاعل شوتان يعني فعل شوتان دنيه كريه ماني والمرجع في أمثال هذه المباحث إلى الأدباء والشعراء وإذا كان الأمر كذلك صح ما قلناه واختارك أمر أبا أو تشتيكم ماجي بحث كرد ما راست يعني مقصود ما أظن تغيير أظن ألفاظا قولوا ليس هذا البحث خاصا بلغة دون لغة هذا بحث صادر بلغة العربية إذا تنتشكي سنين لذلك يجب خصوصية لم يختصر الشيخ على أحد ألفاظ الصنع والفعل والإيجاد يعني يكينك وهرت يجيك ومع اختلاف دلالتها في اللغة العربية دلالتهم لا فعل صنع أوجد في اللغة العربية دلالتهم الأوردها جميعا فعل صنع أجاد تنبيا على أن المقصود هو المعنى المشترك بينها مقصود جي أو معنى مشترك دنا بينها فاناده ولما كان الفعل منها جوان هرسيا كأنه أدل على ذلك المعنى مجردا فعل جوان هرسيا يعني صنع فعل أجاد فعل ده دلالته سر مجردية نبت تكيوه لما نتقرأ جوابي بيجي ما بدك عندك ما يشوى عجلك فلما كان الفعل منها كأنه يدل على ذلك المعنى مجردا والإيجاد والصنع كأنما أشمل لاعتبار شيء آخر معنى وانضت اعتبار كني إذا وضع الفعل بأداء ذلك المعنى دونهما فعل داني أصبحي ومعنى فعلوا مفعول ده فعل داني صنع أجاد داني خاصا بلغة دون لغة ولذلك لم يقل الشيخ على أحد ألفاظ مع اختلاف دلالتها في اللغة العربية تمام بل أورد جميعا تنبيا على أن المقصود هو المعنى المشترك بينهم ولما كان الفعل منها تمام ولما كان الفعل منها زبان هرسيا كأنه يدل على المعنى مجردا مجرد ولا لا هذا دلالته يصير معنى كيبون وكرنيه والإيجاد والصنع كأنما أشمل ضاج فعل شامل ترى لاعتبار شيء آخر دون كرني إن فعل ضها البو وضع الفعل بذلك المعنى معنى إيجاد فعل مفعول فعل داني دونهما صنع أو أجاد داناني بله دبي أمانة بعثا فعله فعل مفعول أما بعثا أفنم أجاد موجد ما نكريه يأخذ صنع صانع مصنوع ما بعثين نكريه بعثا فعل مفعول شمكي فعل ضها دلالته يسمى معنى كرنيه هي فإنما عدل المتكلمون عن العرف لإدعائهم العرف دركتنا متكلمون لإدعائهم أن النصوص التنزيل وأهل اللغة بأن الله فاعل
يطابق قولهم بأنه فاعل بإرادته. تمام. ادعاء النصوص القرآن وأهل اللغة أن الله فاعل مطابق بأنه فعل إرادته، من. لأن الفاعل في اللغة هو الفاعل بالإرادة. فرد الشيخ ذلك عليهم باستشهاد العرف. من. يعني كفعل بإرادة إنك نوسانا إجا الشيخ رد السروان باستشهاد كلمة عرفية. ولو أنهم قالوا ومتكلمين قلتمنا نحن نصطلح على تخصيص العرف وتأم عرفي خاص كن كبقوتنا لم يكن للشيخ عليهم سبيل. شيخ نكار باعتراض الوام نفسه. وقول الفاضل إن الحق هذا الفاضل إن الحق معهم من جهة اللغة كغتية، لأن أهل اللغة لا يقولون للنار فاعل للإحراق ولا للماء فاعل للتبريد أو قولا ليس بشيء. ماني. هذه يعني تشيكو دبني دا فايدة وقتك هبنين. ماني. والدليل عليه ما جاء في كلامي دليل سري أو شتكو كلام وانده هاتية كأبا توقوا أول البرد وتلقوا آخره. أول سرمایه خوشی دور کن اما آخر سرمایه خو بگین. إنه يفعل بكم ما يفعل بأشجاركم. أولي كليلك وبلاد وشينا آخری ويسا أفنم كوكي قوات لنمجدك بلو وكيشاك يخد دها قر تنمي يعني كذا تنمي. أبا توقوا أول البرد وتلقوا آخره. دمكي برد كيه برد بخود فعلنا يعني برد بخود كنينة بفيت سبب بردي شيء به يعني برد بلاد وشنا ناب سبب بردي بلتي وشنا. وعينان قال الله كنا فكانت. بالشعب خدا جمار قلت لي ببن بونه عولاني بالألباب بعقل مناخ تكن ما تفعل الخمر يعني هذا وان غزالة هيك عقل مناخ يشتري وانك فعولاني بالألباب عيناني فعولاني وفعل كنت بجينا كنت أمثال ذلك فإنها أكثر من أن تحصى برن يعني. بالجملة خلاصة أبا إذا جاز من حيث اللغة أن يقال فعل البرد والخمر فما المانع من أن يقال فعل بغير إرادة. فاعل إلا فاعل إرادي نشرط. نشرط. فإن ادعى أحد أنه مجاز فعليه الدليل. مع أن الدعوة المجاز تقتضي تسليم صحة الاستعمال. المجاز بجي دمك استعمال درسة دمكتر. مالي استعمال قرهبة. وذلك يدل على خلو الكلام عن التناقض. كلام هذا التناقض تنتوي بيجي فقيه. على أن أهل اللغة فسروا الفعل بإحداث شيء ما فقط. فعل قلنا معنى فعل إحداث الشيء. وهذا يدل على ما ذهبنا إليه أفي دلالة السر ما يكون مذهب بالي ذكر. يعني ما تشكي بخبر الناي ميدان السيدان. ها؟ تشكي بخبر التي ميداني. جان. ها؟ اللي قال فعله با. اللي قال فعله. من؟ بس السيدان. بس